السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. غنديروا اليوم واحد الوصفات، غنشارك معكم واحد الوصفه ديال سميتو الميني بسبوسات فرديين صغار، واللي بغى يديرها كبيره يديرها كبيره. المهم انا غير كحل اقتصادي. عندي هنايا بيضه اللي غنحلها هنا، بيضه وحده الحجم شويه يكون كبير. عندي نص كاس ديال السكر، عندي نص كاس ديال الزيت هنا، عندي كاس الربع ديال الحليب، عندي كاس ونص ديال السميده، عندي 4 كاس ديال الحليب بودره، عندي هنا التمر. هذا هو السر ديال الوصفه باش كتجي معلكه وتجي غزاله. عندي هنا 100 غرام ديال التمر اللي غنفزقها كاس صغير ديال الماء طايب، ولا كاس لار ديال العنبه طايب هكا باش غنفزقها. غندير المده ديال 10 دقائق، وداك الساعات غنطحنوه ونرجعوا لتتمه الوصفه ان شاء الله. وهنا من بعد ما درنا البيضه ودرنا معها قبيصه ديال الملح ودرنا فيها داك نص كاس ديال السكر، غنحركوهم هكا مزيان، نحاولوا نطلعوهم هكا شويه. نضيفوه هكا، واللي بغى يدير في الطرب كهربائي يديرها ماشي مشكل. ملي كتكون كميه مضوبله عندي ديال 2 بيضات راه كنخدمها في خلاط كهربائي. ملي كتكون عندي كميه هكا بيضه كنحاول نطربها غير هكا بيديا بوحديتها حتى كيتغير اللون ديال البيض. كنضيف داك الزيت ونضيف الحليب تدريجيا شويه بشويه. والتذكير نسيت ما قلتلكمش، راه عندي خماره وحده، خماره وحده راه كافيه في هذه الوصفه. هنا غنضيف السميده تدريجيا شويه بشويه. هاد الوصفه ما كتاخذش واحد المجهود كبير، كتاخذش وقت كبير في التوجد ديالها. دغيا دغيا في اخر لحظه كيمكن لك توجديها، كتخدميها دغيا وكطيب دغيا، مابناش فيها مشكل. نضيف السميده ديالي انا حيت دايره هو بالعبار بالكاس العنبه كاس ونص، انا دايره هاد الكيسان هادو صغار، درت 2 كيسان هكا ما عامرينش. عندي هنايا داك الحليب بودره، كنصبروا هكا في التحرك مزيان. غنديروش الخماره دابا، غنخليوها ترتاح واحد شويه، نطحنوا داك التمر ونرجع معكم. ومن بعد ما شربات لنا شويه السميده على ما طحنا داك لابيغي ديال التمر، هي هذه لابيغي ديال التمر ديالنا. نضيف الخماره، كانت عندكم العبار ماشي مشكل، يمكن لكم ديروا حتى الخميره ديال العبار، ديروا واحد المعلقه صغيره ما يعادل 8 غرام. نحركوا هكايا فهمتي، نستخدمها هكايا. صدقوني هاد الوصفه راه كتجي بنينه ومعلكه غزاله. من بعد ما تحركت لنا مزيان، تاكدنا بان التمر تخلط في كلشي، ان المقادير تجانست لنا كامله. هنا ندوزو باش نعمروا ليمون ديالنا اللي دهناهم بالزبده ورشيناهم حتى هما بالسميده. ها هما، ها هو المول ديالي، مول العجيب، مول صغير ميني ديالي، ميني بسبوسات صغار ميني كيك. هما ندوز دهنتهم بالسميده، دهناهم بزبيده او زويته اللي متوفر عندك، كترشيهم هكا بالسميده. كندوزو نعمروهم، كنديرو
معلقه ونص هكا في الحبه. هانتي هنا كنعمر ليمون ديالي، كندير معلقه كبيره وشويه، كما راك عارفين كنعمروا ثلثين والثلث كنخليوها، كنبقاو نضربوها هكايا. مبغيناش سميتو كنضربوها هكايا فوق البوطاجي باش كتخرجي منها داك الهواء كامل. كنستمروا على هذا الحال، ندخلوها الفران يكون سخون، يكون بارد، المهم على 180 درجه، مشعول من الفوق ومن التحت، ونخليوها طيب الوقت الكافي. وهنا غنوجدوا لاصوص اللي غنعمروا بها داك الميني بسبوسات. عندي هنا كاس ديال الحليب كبير ولا كاس ونص ديال العنبه، يا كاس كبير داك كاس الشبري، غندير فيه معلقه هكا ديال المايزينا، غندير فيه كاكاو المر، غندير 2 معالق ديال السكر. هاني نطيبو فوق البوطه ونرجع معكم. بعد ما وجدتنا الكريم باتيسير هكايا بسميتو، درتها بشويه ديال الشكلاط، غنضيف واحد المعلقه ديال الزبده صغيره، وغنضيف طريفات ديال الشكلاط كحل. اللي عنده الشكلاط الغيش يديرو، واللي ما عندوش الشكلاط الغيش يدير غير الشكلاط العادي، واللي يكتفي بها هكا. نحاولوا نذوبوا في هذاك الزبده. وندوز نعمر داك الساعات وتشوفوا معايا في المرحله الاخيره كيف يجيو. وهنا كنكونوا وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى تكونوا وصلتوا معايا حتى للاخر وشوف معايا النتيجه كيف جات. هانتوما ها لي ميني بسبوسات كيجيو هشاشين، هانتوما شوفوا كيجيو هشاشين خفاف معلكين، راه مازالين سخانين. بغيت نحل معكم شي وحده ساعه مازالين سخانين. بقات ليا شويه ديال عمرت هذوك لي ليمون اللي عندي كاملين، وبقى لي شويه عمرته حتى هكايا كاقتراح اخر. درت له شويه ديال الكركاع وشويه ديال لوز ايفيلي وبيبيت دو شوكولا هكا للدراري. وشكرا لكم، شكرا للمتابعه.